السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير وسعادة وهنا وصحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وهنا، وربنا يرزقكم كل اللي تتمنوه أكتر، ويسعد قلوبكم يا رب، ويحقق لكم كل أمانيكم. بص النهاردة أنا هعمل معاكم حبة مكرونة كده على السريع، الدنيا حر. أنا عملت شاورما. ارجعوا ان شاء الله هتلاقوني عاملاها على القناة بطريقة سهلة وبسيطة. النهاردة بس هزود لها فلفل وجزر. عايزه اقول لكم ان انا بزود الكميه والقيمه الغذائيه، عشان في الغالب ولادنا يعني مش بياكلوا جزر كده، ولا عن ولادي، يعني ولادي عن نفسي مش بياكلوا جزر كده ولا فلفل ان هم يقعدوا ياكلوه. فانا قلت بقى عشان ازود لهم القيمه الغذائيه ومنها تبقى كتيره ما شاء الله ترمي معاكي اكتر، فحطيت لهم كده يا حبايبي جزر، بشرت عليها جزر. انا حطاها في التلاجة نقعتها زي ما قلت لكم قبلها بساعتين. حطيت جزر وهقطع عليها فلفل، بس مش دلوقتي. اعملوها بالخطوات اللي انا مصورها لكم ان شاء الله تبقى معاكم ناجحه. فهعمل جنب منها بقى حبه مكرونه كده، قلت ما يفوتكمش المكرونه اللي بنعملها السهله البسيطه اللي طعمها تحفه. تمام يا حبايبي؟ انا مولعه على ميه هنا بغليها، وهنا كان عندي مكرونه سايبه. يعني زوجي ربنا يبارك له كان جايب لي شكاره اللي هي ال10 كيلو ديت، فانا بستعمل منها لما بتخلص عندي اللي هي الصغيره، وكان جايب لي ديت. تمام يا حبايبي؟ حسب الظروف، اوقات بجيب اكياس، اوقات بجيب الشكاره اللي هي الصغيره، زي يعني ما انا اجيب او زوجي، وبمشي الدنيا زي ما قلت لكم قبل كده. ربنا سبحانه وتعالى كريم كريم كريم، وبيرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب، وما تشيلوش هم الرزق ده بتاع ربنا. وربنا كريم لما يبقى معاكي فلوس، يعني هقولك ايه، حاجة زيادة اشتري بيها اكل يبقى موجود في البيت. مش هتيجي يوم تبقى حتى الهم اعمل ايه، هتطلعي اي حاجة من اللي موجودة من البيت وتعمليها. تمام يا حبايبي؟ مش عايزة اطول عليكم الفيديو، تعالوا نشوف مع بعض. انا بغلي المية هنا. بصوا يا حبايبي كده انا بغلي مية اهي للمكرونة، وغليت بقى هسقطها، هكسرها بس معاكم. عايزه اقول لكم ان هي نوعيتها ما شاء الله اللهم بارك جميله، يعني مش معنى انها في الاكياس، بصوا هي صفرة وجميله كمان، احلى من اللي في الاكياس، ورفيعه كده. انا ما بحبش التخينه، ومش هنسويها قوي. تمام يا حبايبي؟ هكسرها وارجع لكم. بصوا حبايبي انا كسرتها اهو هنا كده. هرجع للميه بقى، احط عليها حبه زيت كده بسم الله، وحبه ملح اهم حاجه، حبه من الملح اهو. معلش يا حبايبي انا بصور كده بس لحد ما اجيب حامل ان شاء الله. بصوا هي الميه غليت، بس انا كنت وطيت عليها على بال ما اكسر المكرونه. وهنا يا حبايبي انا كسرت المكرونه بسم الله، حطها كده بقى ونقلبها على طول. عايزه اقول لكم اهم حاجه للمكرونه، اول ما تحطيها كده تنك تقلبي فيها شويه عشان ما تلزقش ببعضها. هي ما شاء الله اللهم بارك النوعيه دي كويسه، ما بتلزقش ببعضها، وتبقي معليه عليها النار، ما تسيبيش النار عليها واطيه. تمام يا حبايبي؟ بسيبها بقى تستوي، وما توصل للمرحله اللي هي 3/4 سوا نقفل بقى عليها. بصوا حبايبي هنا معايا من الطماطم حوالي كيلو اكتر، على الكيلو الا ربع مكرونه، ومعايا بصلتين صغيرين، يعني بصلايه كبيره حلوه. كل ما كان البصل فيها كتير بتبقى تحفه. وقرن فلفل كده. بس هقول لكم بقى كل حاجه هنحطها في وقتها. والمكرونه اهي بتستوي معانا. بصوا حبايبي هي خلاص انا هقفل عليها، اللي هو خدت حوالي 10 دقايق. تمام حسب نوع المكرونه. هنا يا حبايبي ايه الحله هي تمام. فضيت منها المكرونه وشطفتها. عايزه اقول لكم ان انا جربت ما اشطفهاش، لقيتها صراحه مش حلوه، يعني حسب ما كل واحد بقى بيرتاح. هنا هحط البصل وهسيبهم بقى ايه لما يصفروا. بصوا حبايبي انا سلقت المكرونه اهي 3/4 سوا. بصوا كده اللي هو تمسكيها ايه، يعني بتعض سيكه. وهنا ضربت الطماطم تمام، وهنا
وهنا البصله بقى وصلت للمرحله دي، لسه طبعا لما تحمر شويه. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبي بعد ما وصلت للمرحله دي هطلعها ونكمل مع بعض. طلعتها بقى هنا يا حبايبي، نحط الطماطم بسم الله، اغطيها بقى يا حبايبي ونسيبها تتسبك بسم الله. وهنا يا حبايبي انا جبت الصلصه كده، لو احتاجت لصلصه هحط لها معلقه، ما احتاجتش تمام. هنا معايا الفلفلايه قطعتها، ومعايا فصين كده من الثوم، فصين 3. وهنا البصله اللي احنا طلعناها هقول لكم بقى هنحطهم في انهي مرحله يا حبايبي، خليكم معايا. وهنا يا حبايبي بعد ما وصلت للمرحله دي عايزه اقول لكم ان هي لونها ما شاء الله جميل، يعني مش هتحتاج ان احنا نحط صلصه. احط بقى ايه حاجه بسيطه كده من الفلفل الاسمر، حوالي ربع معلقه بهارات برضو، والملح بتاعها حابين تحطوا واحده مكعب مرقه دجاج تمام. واحط بقى هنا في المرحله دي اللي هي خلاص قربت ايه ان هي تشرب ميتها خالص، هنحط الفلفلايه وفصين الثوم تمام يا حبايبي، ونسيبها برضو تتشرب. اخر مرحله خالص هنحط البصل تمام. بعد بصوا حبايبي بعد ما وصلت للمرحله اللي بتشكشك فيها دي بقى، اللي هو خلاص اخر حاجه، احط البصله كده بس تقعد معاها دقيقتين وهقفل عليها. انا عملتها قبل كده، خليتها وقت ما بحط المكرونه لقيت ولادي لا كانت باينه وصريحه، وهم ما بيحبوش البصله ربنا يهديهم، فكده بتبقى طعمها جميل ولسه ايه يعني بخيرها كده. بصوا يا حبايبي بقى بعد ما وصلت للمرحله اهي اتشربت خالص الميه بتاعتها، نحط بقى المكرونه. مسقت المكرونه كده بسم الله، معلش اسقطها وارجع لكم. عايزه اقول لكم ان انا حطيتها بقى كده يا حبايبي، مش عارفه الشاشه مش مبيناها، يا اللهم بارك لونها جميل. بص حبايبي هنا انا قلبتها كويس، على فكره هي حمرا مش عارفه هي مش باينه ليه، بس هحطها ان شاء الله معاكم وهتبين. عايزه اقول لكم ان بمجرد ما بنحط المكرونه بنقلبها ونقوم قافلين عليها عشان ما نسيبش النار ولا عليها وتتعجن. هنشوفها بقى مع بعض لما نخلصها. اتمنى يا رب يكون طبق المكرونه عجبكم النهارده. بصوا كده حاجه اللهم بارك، جربوه، ولسه كمان لما تسيبوه شويه هتتشرب الصوص بتاعها وهتبقى جميله 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 اللهم بارك. بصوا كده طبعا زي ما قلت لكم انا عامله جنب منه شاورما وحبه سلطه كده، ولو حابين شوربه بنعمل جنب منه حبه شوربه بطريقه بسيطه كده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من المكرونه الجميله بتاعت المحلات، واقول لكم استنوني في فيديو جاي جديد باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.